السلام عليكم. هل تعرفون ما هي أكبر مشكلة قد تواجهونها مع الأحمق؟ المشكلة الكبرى هي أنه لا يعرف أنه أحمق. وإذا كانت الحماقة داء قد يصيب أي عائلة أو قد يكون موجود في أي بيت، فمن البديهي أن يكون أيضا في كل بلد هناك حمقى. وعندنا في الكويت هناك أحمق متعدد المواهب، أحمق طار شره إلى كل الدول المجاورة، وهو سيء الذكر عبد الحميد دشتي. سأحاول أن أعطي خلفية بسيطة عن عبد الحميد دشتي لمن لا يعرفه من خارج الكويت، أما أهل الكويت فجميعهم يعرفونه. دشتي يقول أنه سيضاف اسمه في كتاب جينيس للأرقام القياسية بسبب كثرة الدعاوى المرفوعة عليه، والأولى أن يكتب اسمه في جينيس بسبب كثرة سقوطه في الانتخابات. بالفعل سبق أن رشح نفسه مرات عديدة وكان دائم السقوط، إلى أن ذهب إلى النجف وقام هناك بالسب المباشر لأهل السنة، ثم عاد للأسف ونجح. وقد يكون ذلك للأسف متوافقا مع الاحتقان الطائفي الموجود في كل المنطقة، إلا أنه بالغ وغاله وأصبح يقتات فقط على هذه الطائفية. أخذ دشتي يقتات على هذه الطائفية كما قلنا، وتحديدا بالسب والتطاول والقذف ورفع الدعاوى على المملكة العربية السعودية وكذلك مملكة البحرين. على الرغم مما نشعر به ككويتيين من الضيق من إساءات دشتي المتكررة، وعلى رأسنا ككويتيين سمو الأمير، إذ قال مرزوق الغانم رئيس المجلس أن سمو الأمير أبلغ مرزوق الغانم بأن أي إساءة على أي دولة من دول مجلس التعاون تعتبر إساءة مباشرة لي، ومع ذلك لم يرتدع دشتي. أما السبب الرئيس لاستمرار دشتي بغيه هو أنه أجوف فاضي لا يملك شيء، يعتقد أن الشيء الوحيد الذي قد يعطيه قيمة هو التطاول على المملكة العربية السعودية. اليوم المملكة العربية السعودية تقود مرحلة جديدة في التاريخ، ويجب علينا أن نكون معها في صف واحد، ولا يعتقد أن هذا الدشتي سيفرق من جماعتنا. يجب أن يوقف دشتي هذا عند حده بأساليب قانونية مختلفة متعددة. الأولى رفع دعاوى عليه، وأشهد أن النيابة العامة لم تقصر في هذا الشأن أبدا، وإن كان هناك طلب حسب ما قرأت بأن النيابة العامة خاطبت الانتربول الشرطة الدولية بإلقاء القبض على دشتي على خلفية الدعاوى المرفوعة عليه، وللأسف لن يتم القبض عليه. هذا لأن الانتربول استحدث إجراء جديدا قبل فترة يسمى العلامة أو الإشارة الحمراء، حيث يجب أن يتحقق من أن الشخص المطلوب ليس مطلوب على قضية قولية. أقصد الجريمة القولية هي تلك الجرائم التي تصنف كجرائم رأي، أو أن يكون قد تعرض للاضطهاد، وهذه للأسف لعبة يلعبها الانتربول كما يشاء على من يشاء. المطلوب من النيابة العامة أن يحيلوا القضايا الجاهزة إلى القضاء، ولا ينتظروا إلقاء القبض على دشتي حتى يمنعه هذا من أمر مهم. من الواضح أن دشتي ينتظر انتخابات مجلس الأمة القادم، سيتم خارج الكويت طوال هذه الفترة، حتى إذا جاء موعد انتخابات سيرشح نفسه عن طريق وكيل وقد ينجح. وفي حالة نجاحه في مجلس الأمة القادم ستسقط جميع طلبات الضبط والإحضار عليه، مما سيضطر النيابة إلى أن ترفع على كل قضية طلب جديد لرفع الحصانة عنه. أما في حال أحالت النيابة العامة هذه القضايا إلى القضاء وصدر حكم عليه بعقوبة جنائية أي من 3 سنوات وطالع، فهذا سيمنعه من الترشيح، وسيظل شريدا طريدا منبوذا حتى يعود وهو صاغر لينفذ العقوبة الصادرة بحقه. أما الأسلوب الآخر هو ذات أسلوب دشتي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. سأكون إن شاء الله متواجدا هناك في شهر 9 لفضح اللات والعزة لدشتي. أقصد باللات والعزة لدشتي هو النظام البعثي المجرم، وكذلك حكومة الملالي، حكومة الصفويين، ومثلي بإذن الله من يفي، وسامحون على الإطالة.